مالك يا واد بتلف وشك مني ليه؟ عامل جريمة ولا ايه؟ طب اقول لك عاوزك معايا في الجامع بعد صلاة الجمعة. الخطبة هتكون عن فضل الصيام وتعويد المراهقين عليه، ومفيش افضل منك اطبق عليه. مين ده اللي مفيش افضل منه تطبق عليه يا جدو؟ انت يا حبيبي مالك متعجب كده ليه؟ بس انا مش عامل تجارب يعني يا جدو. ايه ريحة الفراخ دي؟ انت هتحطك بعيد عن الجيران؟ انت ما غسلتش ايدك من امبارح ولا ايه؟ لا ده تلاقي لو طيار ريحة فراخ مطعم دلع كرش. مطعم دلع كرشك برضه؟ ولا انت اللي كذاب وما التزمتش بوحدك معايا يا طلال؟ والله يا جدو حاولت امسك بطني، انما انا بحب الاكل وما اقدرش اتحمل انا لحد المغرب ده. انت مش صغير، انت يا دوب سنتين وتبقى في الجامعة، ولحد دلوقتي مش عارف تصوم لحد المغرب. اودي وشي فين من ربنا لما يسألني عليك؟ يا خسارة شبابك اللي ضيعته يا ايوب. شاب طايش عاوز بعد العمر ده كله ترميني في النار علشان جنابك طفس وعاوز تدلع كرشك. ياني يا خرب بيتك يا ايوب، يا خسارة زهرة شبابك يا ايوب. انا اسف والله يا جدو، ما كانش قصدي، انا وعدك اني احاول تاني. انا والله بضعف مش اكتر ولا اقل. يا ابني يا حبيبي، الصيام ما جاش علشان يحاسبنا، الصيام جه علشان يطهرنا، يعودنا نمسك عن الشهوات اللي احنا بنحبها حتى لو كانت حلال، وهوات بنشتغل بيها عن المنى وعن الاحساس بالاخرين. بعدين وانت صغير كنت بصومك للطهر، واحدة واحدة جسمك بيتعود لحد ما يبقى الصيام عندك عادي.